صريح على رأي كابتن لطيف، الكورة جوان. الكورة جوان يا ابني. وعشان كده انا بقول على لسان المدرب الامريكي بعد ما سألوه بعد نهاية ماتش ايطاليا، الحمد لله شكر لربنا طبعا اولا واخيرا، قالوا له ايه توقعاتك او ماذا تتوقع لماتش مصر وامريكا؟ رد عليهم مدرب امريكا وهو منكس راسه في الارض وقال منكس راسه منكس راسه لان هو راسه كانت هتقع، فهو منكسها كده لان هو واخد له بتاع 2 كيلو اسمنت ولا حاجه. منكس راسه وقال لهم حاسس بمصيبه جايه لي يا ايه؟ يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. دي بتحليل علماء النفس المصريين وليس الامريكان. اكتشفنا ان هو يقصد اول واحده يا لطيف يا رب، تاني واحده بيقول يا لطيف على كابتن لطيف لان كابتن لطيف زمان قال الكوره جوان، وده اللي بيعبر عن سير المباراه. ودي توقعات مدرب امريكا لماتش مصر وامريكا غدا الاحد في تمام الساعه 9:30 مساء بتوقيت القاهره، وعلى المقيمين خارج الاقامه داخلها. الماتش يا جماعه هيتلعب على الملعب. ودي معلومه مش اي حد هيقولها لكم. هقول لكم على معلومه ثانيه. في اشاعات بتتسرب ان هم يلعبوا كورتين. دي اشاعه يا جماعه، اطمنوا لا تيأسوا، لا تيأس يا ابني. فاضل 45 ثانيه. طبعا بتاع ميسي التاني اللي بيستضيف حلو. لا شفت انت التاني بتاع ميسي واندري الاعلام متكلم. يا جماعه فاضل معايا 20 ثانيه. المهم هيلعبوا ماتش ايطاليا والبرازيل في نفس توقيت ماتش مصر وامريكا. ليه بقى؟ حرصا على السريه التامه عشان ما حدش يعرف نتائج الماتشات، لان الماتشات دي يا جماعه ماتشات سريه ما حدش بيشوفها. الماتشات دي اساسا ماتشات سريه زي المطار السري بالظبط. التايمر خلص، نركز مع بعض. المهم في اشاعات بتتسرب عن ان البرازيليين هيسيبوا الماتش للطلاينه. هيسيبوا الماتش للطلاينه. انا وجهة نظري لا. ليه؟ حد يسألني يقول لي يا كابتن لطيف يا كابتن تامر ليه؟ انا هستنى حد يسألني. انا لا مش هقول اي حاجة غير لما حد يسألني. اصل الكلام من غير سبب ايه؟ انتوا عارفين. المهم شاطر انك سألتني يا ابني، شاطر عشان ما تضيعش وقت المشاهدين. اقول لك انا ليه. لو البرازيل اتغلبت من ايطاليا او ايطاليا غلبت البرازيل، يعني لو دي اتغلبت لها او دي غلبتها، كده البرازيل هتقابل هي ايه؟ اسبانيا. ده باذن الله، باذن واحد احد، في حاله فوز برضو مصر على امريكا. وبكده كده ايه؟ كده هناخد تليفون صح كده. ولو التليفون ده حل مش هكمل موضوع